أن لقاءاتنا متواصلة متابعينا الكرام مشاهدينا في كل مكان في حفلي وفي فرح ماجد بن شرف المنعمي. طبعا معنا في هذه اللحظات وليد يسلم وأديب يسلم، طبعا خوال العروسة. رحب فيكم في الشبكة الإعلامية وليد. اليوم أنت أكيد طبعا شعور جميل في هذه المناسبة، رسالة وتهنئة توجهها لماجد بن شرف في هذه المناسبة. أول شيء أشكركم لحضوركم وتواجدنا في الفرحة هذه، وندعو لهم إن شاء الله بالخير والعافية ويرزقهم الذرية الصالحة. شعور لا يوصف في صفتي خال العروسة وخال العريس، يعني ما شاء الله، يعني خال العريس من حيث العروسة مو. نسأل لهم الله إن شاء الله التوفيق إن شاء الله ويجمعهم في خير يا رب. طيب، نصيحة توجهها طبعا للشباب وله ماجد شخصيا، كون انه الان ينتقل من العزابية وحياة زوجية هيختلف الوضع كثير يعني. حياة بالعكس، هذه بداية الحياة الجديدة لهم. يعني مرحلة الانتقال من العزبية لمتزوجين هي مرحلة انتقالية لا أقل ولا أكثر، ومرحلة نضج إن شاء الله بالنسبة لهم كماجد وزوجهم إن شاء الله. فالله يوفقهم إن شاء الله ويرزقهم الذرية الصالحة. شاكرين لك تحت فرصة. الله يطول. أيضا معنا أديب يسلم أيضا خال العروسة. رحب فيك الشبكة الإعلامية. هلا حبيبي، الله يحييك. تهنئة لماجد اللي ينتقل اليوم إلى حياة، وطبعا اللي يكمل نصف دينه في هذه الليلة. الله يعني اولا الف مبروك لهم ان شاء الله، الله يوفقهم يا رب، وان شاء الله الله يكتب لهم السعاده باذن الله ان شاء الله. طيب، رساله ونصيحه للشباب اللي ما تزوج الحين. يمكن انت واحد منهم. لا، متزوج الحمد لله ما شاء الله، على البركه ان شاء الله. الله يبارك فيك. عادي، يلا يشدوا حيلهم ان شاء الله. طيب، في البعض يعتذر، يمكن الظروف الان صارت صعبه ووضع صعب، يعني بعض ممكن يجيب الاعذار هذه. والله عاد هي الامور صح ما هي زي اول، بس عاد يلا الله يعين. الله يعين يساعد. شاكرين لك تحت فرصه ومبارك لكم المناسبه هذه. الله يبارك فيك حبيبي. الله